السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم غوصة ماما شيوة ماما. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة حلوة جديدة اللي هي حلوة الصابونة اللي كتجي هشيشة، معروفة في الشمال. كتجي هشيشة البنات ولذيذة باللوز. نتمنى تبقاو معايا حتى التالي باش تشوفوا المكونات والاسرار ديال النجاح ديال هاد الحلوه هادي، وما تبخلوش عليا باللايكات والتعليق ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب والاصدقاء لكي تعم الفائده. واللي ما مشتركاش في القناه اشتركي اختي في القناه وفعلي زر الجرس. بالنسبه لهاد الحلوه هادي غنقول لكم ان شاء الله في التالي ديال الفيديو الثمن ديال البيع وكذلك الكميه. خليكم معايا حتى الاخر. بسم الله على بركة الله. خليكم معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة هنايا المقادير عندي 250 غرام ديال الزبدة سبيسيال، كنزيد عليها ساشي ديال الفاني، كاس ديال السكر، كاس ديال العنبة البنات هذاك راه كياخذ لي القياس ديال العنبة، الطريقة ديال الملحة لتصحيح الذوق. هنا كنبدا نخلط المكونات ديالي حتى كيرجع لي القوام كريمي. من بعد غنزيد عليه كاس ديال الزيت، زيت المائدة. هنا البنات هاد الكميه هادي غنقسمها على جوج. الكميه الثانيه غندير فيها حلوه وحده اخرى، ما بغيتش نديرها لكم في هذا الفيديو هذا باش ما يكونش الفيديو طويل وتملوا منه. صافي. بالنسبه للجزء الاول غندير فيه كاس ديال اللوز مطحون البنات. انا طحنته هنا بقشوره، حمرته، يمكن لكم تحمروه في الفران او تقليوه في الزيت وتطحنوه. هنا كنزيد شويه ديال الفلون، اي فلون عندكم متوفر. انا كان عندي هنايا فلون، هذا الفلون هذا درويال. كتجيبي الحلوه ديالنا زوينه ولذيذه، كيكون فيها داك الطعم ديال الكراميل. هنا البنات عندي شاصيه ديال 15 غرام ديال الخميره كيماويه، او الا بغيتو ديروا شاصيه ديال 7 غرام او 8 غرام. هنا كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج، كيكون بالطبع مغربل من قبل. البنات هاد العجين غنديروا لها بحال العجين ديال الصابلي غير بالريوس ديال الاصابع ديالنا باش ما ترجعش علينا العجينه. صافي كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى كتجمع العجينه ديالنا. صافي هنايا غادي نغطيها ببابي سولفوريزي وغادي نخليها ترتاح في الثلاجه لمده ديال 20 دقيقه. هنا بعد ما ارتاحت لي وشدات راسها كنديرها بين جوج كاغيط ديال الطبخ او جوج بلاستيكات. صافي كنبقى نسرحها، ما كنرققهاش البنات، خاصها تكون غليظه. هنا طبعت بهذا الطابع هذا المدور، الطابع اللي بغيتو تطبعوا به. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديالها او العرض ديالها كيكون على هذا الشكل. صافي هنايا حتى كنسالي الكميه ديالي كامله وغندوز معكم للتزيين. وهنا بالنسبه للبنات لهاد الزوائد هادو اللي كيبقاو ما كنعجنهمش، غير كنجمعهم كندير عليهم عجينه جديده وكندلك. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما طيبت الكميه ديالي كيجيو على هذا الشكل. يعني العجينه ما كترجعش. هنا البنات كنت طيبت جوج اشكال ديال الحلوه. الشكل الثاني ان شاء الله غادي نتقاسموا معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اما بالنسبه لهاد الحلوه ديال الصابونه كما كتشوفوا كتجي متساويه ما مبوقه ما والو. هنا غندوز للتزيين. بالنسبه للتزيين البنات انا غندير بيناتهم بين حلوه وحلوه غندير الكراميل.
او الا بغيتو ديروا نوتيلا او الا بغيتو ديروا نيستلي او غير التعليكه ديال الصابلي اللي موالفه كندير معاكم. انا هنايا درت الكراميل باش يعطي باش تكون نفس النكهه بحال داك الفلون اللي درت بحال الكراميل، ما يكونوش مبدلين نكهات. صافي هنايا حتى كنسالي الكميه ديالي وندوز معكم باش نغطسهم في الشكلاط. هنا بعد ما ذوبت الشكلاط بيضه هانتوما شفتوا كي كتجي حبه مع حبه، كتجي زوينه في المنظر البنات. هنا صافي غنغطسها في الشكلاط وغنديرها فوق ورق الطبخ حتى كنسالي الكميه ديالي وغندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين هنا ذوبت الشكلاط سوداء، شوكولاته سوداء درتها في داك البوش، وغادي نبقى ندوز خطيطات هكا على هذا الشكل. اما النصف الاخر راه كنت درت له الفيرميسيل، الشوكولاته ديال الفيرميسيل في الوسط. ما سعفنيش الحظ باش نصور، انا كيحسب لي كان كيتصور ساعه ما تصور ليش، لكن غتشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صافي هنا خليتهم يبردوا في الثلاجه او المجمد حتى كنقدمهم ان شاء الله، وغادي نقول لكم ثمن البيع كذلك والكميه. كما كتشوفوا هذا هو تزيين اخر اللي درت بالشكلاط ديال الفيرميسيل. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو البنات لذاذين وعاطين في المنظر. كذلك هذا الشكل هذا. هنا بالنسبه للبيع، بالنسبه للصابونه الحلوه ديال الشمال كنبيعها ب 15 اورو الكيلو، حيت كيكون فيها اللوز. كنديرهم في كويرطات وكنستفهم في الكرتونه. بالنسبه للكميه انا على هذا القياس هذا عطاتني 31 حبه، كما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. عطاتني 31 حبه في الكيلو عبار. وبالنسبه للقياس اللي درت معكم او المقادير اللي درت معكم كتعطي 36 حبه، يعني كتعطي كيلو عبار زائد شي 5 د الحبات او 6 د الحبات. ها نتوما البنات شوفوا كي كتجي، غنقسم معكم وحده كتجي من الداخل معلكه بداك الكراميل اللي درنا، وهشيشه
جربوها البنات وما غتندموش، وغادي تحمر لكم عينيكم قدام كليانكم او قدام ضيافكم. هانتوما كما كتشوفوا دغيا كتفرتت معايا. بالنسبه لكيلو عبار عندي فيه 31 حبه. ان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بالتعاليق، واللي ما مشتركاش في القناه اشتركي اختي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.